متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. المحكمة تؤجل ملف ولد الشينوية. فضلا منك وليس أمرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش توصل بجديد الأخبار. منحت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء دفاع رضا البوزيدي المعروف عبر منصات التواصل الاجتماعي بلقب ولد الشينوية مهلة أخيرة من أجل إعداد الدفاع. وعرفت الجلسة التي عقدت زوال اليوم الاثنين تأجيل المحكمة النظر في هذه القضية التي تعرف حضورا كبيرا للمواطنين إلى غاية يوم الأربعاء المقبل. وأكد رئيس الهيئة خلال هذه الجلسة بالقاعة رقم 3 أن المهلة المحددة يوم الأربعاء ستكون آخر فرصة من أجل الشروع في مناقشة الملف. وسجل رئيس الهيئة بناء على طلب دفاع ولد الشينوية أنه سيتم عرض الأقراص المدمجة الخاصة بهذا الملف أثناء الشروع في مناقشة القضية بشكل علني. والتمس دفاع اليوتيوبرز ولد الشينوية الذي سجل نيابته الأسبوع الماضي الاطلاع على محضر الإحالة للضابطة القضائية وكذا وسائل الإثبات. تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى تقديم المتهم أمام النيابة العامة في حالة سراح، إضافة إلى والدته وأشقائه وامرأة أخرى من أجل السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية. وقد أمرت النيابة العامة باعتقال اليوتيوبرز المغربي المثير للجدل رفقة امرأة أخرى معروفة عبر منصة تيك توك بنت عباس.